انتهت المسرحيه. بصراحه انتوا لو عايزين تدوا الزمالك درع الدوري احنا موافقين، ياخدوا هديه من دلوقتي. يعني احنا موافقين كجمهور النادي الاهلي ياخدوا هديه، لان احنا عندنا منه كتير. بس توصل المسرحيه الهزليه بالطريقه دي، تمثيلكم بايخ. يعني التمثيل بايخ. يعني دي لقطه يوريشيتش كان هيشد في شعره، لولا ان هو ما عندوش شعر. كره عرضيه جايه لمهاجم بيراميدز، عمر جاب ساب الكوره والتحم مع المهاجم واتشعلق في كتفه ووقع بيه كمان، وكل الزوايا جايبه اللقطه واضحه وصريحه، الا الحكم ما شافهاش. يعني الا التحكيم ولا الفار ما شافهاش. طب انت حضرتك اللعيبه اعترضت، وبص على الفار، ارجع للفار اتاكد من اللقطه. يعني اتاكد حتى عشان يبقى تمثيلك حلو. انما انت كده تمثيلك بايخ، يعني عشان ما ترجعش للفار. لا، وبعد اللقطه قام راجع لخط النص، كوره اتلعبت، قام مصفر انتهاء الشوط الاول من المباراه وانتهاء الفصل الاول من المسرحيه. تمثيلكم بايخ. انتوا عايزين تعملوا مسرحيه بس ما يبقاش الضحك فيها هستيري بالشكل ده. يعني احنا عمالين نضحك صوتنا عالي قوي، يعني الجيران هيشتكونا. يعني خلي التمثيل كده شكله ايه، احنا نستظرفوه. انما تطلع بالمسرحيه الهزليه ديت، انا مش عارف بصراحه. يعني ادوا نادي الزمالك درع الدوري من دلوقتي واحنا موافقين. احنا كجمهور الاهلي موافقين، لان احنا عندنا منه كتير، عندنا 45 هم عندهم 14. بس ما يبقاش التمثيل بتاعكم بالطريقه الهزليه دي. عشان في ناس بتتفرج، فما تضحكوش الناس علينا. وبس يا صاحبي، ولو عجبك الفيديو نعمل بلايك وصلي على النبي في الكومنتات وشير كتير عشان صوتنا يوصل، واللي مش متابعنا يتابعنا عشان يشوف كل جديد. وسلام.